السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لسه صاحي من النوم حالا مالا فعلا. ايه الاخبار؟ ازيك؟ عامل ايه؟ بص يا سيدي، يا ريت لو انت لسه اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان كل ما انزلك فيديو يوصلك اشعاره اول باول. ويا ريت كمان تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل اكبر عدد ممكن من الناس. ويلا بينا. بص يا سيدي، اللابتوبات الجيمنج هي اكيد فئه من اللابتوبس ليها سوق كبير جدا جدا، سواء كان في مصر او في العالم العربي او حتى في العالم كله عامه، ودي حاجه ما يختلفش عليها اتنين. وده بسبب ان لابتوبات الجيمنج زي ما انا كنت اتكلمت قبل كده، او لابتوبس الجيمنج بدل ان هي تجمع لك ما بين حاجتين مهمين جدا اي حد عايز لابتوب بيدور عليهم اساسا، وهو التصميم الروش الشيك اللي فيه ار جي بي وحاجات جميله كده، والبرفورمانس المحترم جدا جدا. بس يظل السؤال اللي بيطرح نفسه، يا ترى مين هو اقوى لابتوب موجود لغايه دلوقتي، او مين هو اللابتوب اللي نقدر نقول عليه كده ان ده الفا، او ده اللابتوب الالفا بتاع فئه الجيمنج، او زي ما تقدر تقول كده يقدر يعلم على كل لابتوبات الجيمنج اللي موجوده في الفئه بتاعته. تعرف شركه ام اس اي صح؟ لا لا. لو ما تعرفش شركه ام اس اي، فهي واحده من اكبر الشركات اللي موجوده في العالم في مجال الجيمنج، وهي بتعمل لابتوبس جيمنج وبتعمل اكسسوارز برضه للجيمنج، يعني حاجات زي سي بي يو كيسز، حاجات زي سماعات، زي ماوسات، زي كيبوردز وحاجات جميله كده. والشركه دي حرفيا متخصصه في ان هي تبهرنا حرفيا باللابتوبس الجيمنج اللي هي بتعملها. لكن المره دي الموضوع تخطى الحدود شويه في اللابتوب بتاعهم اللي هم عملوه، اللي هو التايتن جي تي 77 اتش اكس. واللابتوب ده بيعد او مصنف حرفيا كاقوى لابتوب جيمنج موجود في العالم، وده بسبب الامكانيات اللي بيجي بيها. خد عندك اول حاجه كور 9 الجيل ال 13 مع كارت شاشه انفيديا جي تي اكس 4090. حرفيا انت متخيل يا مان؟ اللابتوب جايبه من اقوى حاجتين موجودين في كوكب الارض لغايه دلوقتي، انفيديا جي تي اكس 4090 مع كور 9 الجيل ال 13. انت متخيل الاداء هنا هيبقى عامل ازاي؟ انت معاك حرفيا اقوى معالج موجود على كوكب الارض، واقوى كارت شاشه فلوس تقدر تشتريه. فانت الاداء هنا اكيد طبعا مش هتلاقي زيه في اي لابتوب تاني او في اي كمبيوتر تاني على كوكب الارض يعني. وجينا نتكلم شويه عن الشاشه، فالشاشه اللي هنا بتيجي بمقاس 17.3 انش، بريزولوشن 4K وتردد 120 هرتز. هتسالني يعني ايه تردد، او يعني ايه ريفرش ريت 120 هرتز؟ ده هيفيدني في ايه؟ هقول لك يا سيدي، ده هيفيدك في حاجتين. اول حاجه هيفيدك في الاستخدام اليومي، لو انت حتى مش جايب اللابتوب ده عشان جيمنج، لو انت جايب اللابتوب ده عشان شغل او عشان اي حاجه تانية، فهيفرق معاك جدا، بسبب ان الاستخدام عامه او الشاشه اللي بتيجي بتردد عالي زي 120 هرتز او الى اخره بتساعد جدا جدا في انك تحس ان الاداء الجهاز اللي معاك سلس، واداؤه سلس مش بيهنج، ما فيهوش اي مشاكل. اما بقى بالنسبه للجيمنج، فهي بتديك تجربه جيمنج مختلفه تماما عن اي شاشه تانية. لو انت بتتعامل مع شاشه 60 هرتز او حتى 90 هرتز وشاشه 120 هرتز، طبعا ان السرعه بتختلف، وبتحس ان الشاشه 120 هرتز برضو ايه، فيها سلاسه اكتر بكتير طبعا من انواع الشاشات التانية. فدي حاجه تحتسب جدا لشركه ام اس اي ان هي حطت شاشه 120 هرتز. غريبه جدا، اول مره اشوفها في لابتوب جيمنج، او اول مره اشوفها في اي لابتوب اساسا، وهي ان الكيبورد اللي هنا ميكانيكال جيمنج كيبورد. الكيبورد اللي هنا ميكانيكال، وجايه من سويتشات من شركه شيري، اللي هي واحده من اقوى واكبر الشركات اللي بتعمل سويتشز للميكانيكال كيبوردز اللي موجوده في العالم كله. شركات زي ريد دراجون، ام اس اي، ريزر، الشركات دي كلها بتاخد السويتشز بتاعتها، او السويتشات اللي احنا بنقول عليها السويتشات من شركه شيري. فلك ان تتخيل ان في هنا ميكانيكال كيبورد، مش الكيبورد العاديه اللي بتيجي بترافل ديستنس قليله اللي احنا ما بنحبهاش دي. فكره ان الكيبورد نفسها تكون ميكانيكال، ده يعني تخطى حدود البيرفكت بكتير الصراحه يعني. فهي حاجه غريبه واول مره نشوفها في لابتوب، وصراحه حاجه كويسه جدا. وانا كواحد مثلا بكتب كتير، يعني بستخدم الكيبورد كتير، فشايف صراحه ان انا لو معايا اللابتوب ده، يعني لو اختنيته معايا اللابتوب ده، فدي هتبقى حاجه كويسه جدا، لان انا بكره الكيبوردز بتاعت اللابتوبس اللي هي الترافل ديستنس قليله وتحس ان هي ميته دي. التصميم بتاع اللابتوب هنا غريب شويه، بيفكرني بالتصميمات بتاعت انيان وير اللي هي التصميمات الغبيه قوي دي. يعني مثلا في ظهر اللابتوب من ورا في حته زياده كده، ما تفهمش الحته دي طالعه عليه ولا ايه موقفه من الاعراب، بس مش مشكله. في العادي التصميم بتاع اللابتوب شكله حلو جدا طبعا، وبينور ار جي بي، وشكل الكيبورد اللي هنا حاجه قمه في الروعه الصراحه، وقمه في التحافه. واللابتوب ده تصميمه تقيل شويه، وزن هو بيجي تقريبا بوزن تقريبا حوالي 3.5 كيلو جرام، وده بيعد وزن تقيل نوعا ما في المجال بتاع اللابتوبس. طيب، نظرا للظروف الجميله اللي الجنيه المصري بيمر بيها والاعتداء اللي هو بيشوفه من الدولار، فانا مش هقول السعر بالدولار. بلس اصلا ان هو اللابتوب لسه ما اتسعرش، فحتى الرومرز او حتى التوقعات كلها ممكن ما تكونش صح. فاحنا مش هنقول سعر بالدولار، بس هو اكيد هيتخطى حاجز 3000 دولار، يعني ده شيء اكيد. وطبعا لو انت جيت تحسب 3000 دولار ده بالمصري، فانت هتلاقي نفسك تقريبا كده هتكسر ال 100000 جنيه بعد الضرايب وبعد الكلام الحلو ده. يعني تقريبا هتبقى عامل 90000 جنيه، وبعد الضرايب والكلام ده هيكسر طبعا 100000 جنيه بكتير. فانت بتتكلم في لابتوب تقريبا بسعر حوالي 100000 جنيه. فحاجه زي كده اكيد طبعا مش لحد جايب لابتوب عشان فاهم يتراوشن بيه وسط اصحابه مثلا، او ان اللابتوب شكله حلو وخلاص. حاجه زي كده اكيد هتحتاج ناس جيمرز او ناس ستريمرز او ناس
بروفيشنال فيديو اديتورز جايبين حاجه زي كده عشان شغل او عشان حتى لعب وهم اغنياء عادي مش مشكله. حضرتك بتقول وده رايي صراحه في اللابتوب، ان اللابتوب كويس او كل حاجه، بس كالعاده طبعا موضوع الاوفر برايسنج لازم يبهدل الدنيا عندنا. وفي النهايه اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبك. يا ريت لو الفيديو بتاعي عجبك تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب في القناه، وتفعل زر الجرس وانت تحت كده عشان كل ما انزل لك فيديو يوصلك اشعار اول باول. ويا ريت لو انت عندك اي حاجه عايز تسالها لي ما تنساش تكتبها لي تحت في الكومنتس او تبعتها لي على انستجرام صحيح، اللي هتلاقي اللينك بتاعه تحت الفيديو ديسكربشن. وشكرا لك جدا، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.